للتدريب. قليلة ماضية خرجت بعض الإشاعات على الأخوين سامي ورايا مايل اللي كانت كتقول أنهم رفضوا الرد والتواصل مع المدرب وليد الركراكي، وأيضا رفضوا اللعب مجددا للمنتخب. اليوم سامي ورايان فاو ذلك جملة وتفصيلا بواحد البيان اللي خرج به تحديدا سامي عبر حسابه الرسمي في الانستغرام، وأكد أيضا أنه منذ شهر شتنبر لم يتواصل مع المدرب نهائيا. وفي نهاية البيان تم التأكيد على أنه متحاني دوما لتمثيل أسود، وختموا بكلمة ديما مغرب. وحسب رأيي الشخصي وهذا غير توقع فقط بأن عدم تواصل ركراكي مع اللاعبين كيأكد أنهم في الغالب ما غاديش يكونوا حاضرين في معسكر مارس، خصوصا أن المدرب وليد تواصل وزار بعض اللاعبين إلا الأخوين مايل. زاد انتقاد سامي للمدرب ركراكي لعدم تواصله قبل وضع لائحة المونديال، ممكن يكون حتى هو السبب اللي خلى الاتصال ما يكونش بين اللاعبين والمدرب. وكنزيد نأكد هذا رأيي الشخصي فقط، يعني ما مبنيش على معلومات أو مصادر. وطبعا ما كاين حتى شي شك بأن الأخوين مايل رياضيين عندهم مكانة ضمن القائمة الموسعة للمنتخب، وما غاديش نستغرب بتاتا